هلا والله. هلا يا جماعة، شوفوا وشي. طبعا اللي اشتركوا بالقناة، اعملوا سبسكرايب لحتى يصلكم كل جديد. طبعا يا جماعة، اللي ما هو مشترك معي بفيسبوك انستغرام اي حساب، روح اشتركوا اعملوا. طبعا انا ماني لابس التقويم. طبعا ما خلص، لسه في 3 شهور بس عم بشرب نسكافيه. وانا يعني اخذ استراحة حاليا. طبعا شكرا اخي يوسف، شكرا على دعمك حبيبي. الله يجزيك خير، الله يوفقك. قال لي قوم اطلع اعمل فيديو احكي يا عميل. والله ما بعرف انا، والله بتعرفوا انه ما عم بطلع بحكي، ما عم بس يعني. طبعا يا جماعة، انا عامل بلازما للوش، والفيديو هو طبعا هو يعني لانه في ندبات جروح في وشي. انا كل هاي الشغلة بشان الندبات، يعني انا ما بشان الندبات. عرفت شلون؟ في ندبات هون في. فانتوا اكيد اللي عم بيتابعني كل مرة عم بشوفني من هون ظاهر من هون. شو المشكلة؟ المشكلة انه انا لما كنت صغير بعتقد انه قاعد تحت الشباك مفتوح. فانا عم بقوم انخبطت هون، فهون صار في علامة ندبة، وهون وهون. فهون هذا الشيء ما عم بيروح. انا صرت كبير وكل ما عم بكبر بالعمر الندبة هي عم تبين اكثر. يعني يعني عم تبين اكثر واكثر. ف وانا وشي كل يوم بالكاميرا، يعني هذا الشيء ما بيناسب اي. طبعا عملت بلازما، عملت ميكرو نيدلين، عملت كل شيء طبعا يا جماعة. يعني انا عم بساوي، ما يعني سويت ليزر من اسبوع. اللي بتابعني بيعرف هذا الشيء، كنت عامل ليزر فخفت شوي، اما ظهرت شوي. ما بعرف، بتشوف اي شخص بشوفني بالشارع بيقول لي شو هذا هذا شو. طب شو بعمل؟ عم بحاول اني شيله، ما عم بيطلع. يعني ما عم بلاقي طريقة إلا عم بساويها. يعني في طريقة هي تقطيع الندبات، ما هي موجودة هون في ألمانيا. يعني أنا حاليا أنا عند دكتور عربي. عرفتوا شلون؟ عملت اللي عملته اليوم. اسمه بلازما، حقن بلازما ابر، وشي كله بلازما. طبعا الشغله اخذوا لي دم من ايدي. ما بعرف شو عملوا، حطوا لي مخدر على وشي. بعد نص ساعه دخلني مسح وشي، بعدين بلش بالابر كل وشي هيك. والحمد لله يعني انه صبرت. طبعا هي لازم، قال لي اقل شيء 3 جلسات لحتى يعني ان شاء الله الجروح تروح. يعني ما بعرف ان شاء الله يعني. ما بعرف. حاليا انا عملت اول جلسة، والجلسة يعني مكلفة بصراحة. انا بدي اشوف نتائج اول جلسة، اذا عجبتني بساوي الثانية، لانه عم بيقول لي 3 جلسات. ما عجبتني خلاص. فانا هي الجلسة يعني بعدها انه كفاتحة خير. اذا عجبتني بساوي الثانية. عم بيقول لي خلال شهر لازم تعملها. طبعا اخذوا دم، سحبوا منه البلازما، حقنوه بوشي. بعدين بلش بالميكرو نيدلينج، اللي هي هيك ماكينة انا عندي اياها هون. يعني اوريدي انا عندي اياها بالبيت. يعني هاي الماكينة عندي اياها بالبيت، عاملة من سنة وسنتين. يعني انا بقدر بعمل هذا الشيء بالبيت. بس حقن بلازما انا ما عندي. عرفت شلون؟ وقبل باسبوع كنت عامل ليزر، يعني لكل وشي تقريبا. وما يعني انا ما بهمني شيء، بهمني بس انه الندبات هون وهي تروح. يعني انا هذا المستوى اللي بدي اياه. انه ما بعرف يعني. او انه انا بدي احاول اللي علي. يعني ما مش ما بعرف يعني انه بده يمشي الحال ما بيمشي الحال، ما بعرف. بس انا اللي علي اني اعمل هذا الشيء. هذا الشيء ممكن يتعالج ما بعرف. انا الشيء اللي بدي اياه انه تقطيع ندبات، ما عم بلاقيه هون. تقطيع ندبات، حقن فيلير، وبعدين ليزر. هاي الشغلة بتساووها بكل دول العربية، والندبات بتروح. يعني بصراحة أنا تابعت كتير. هلا هو الدكتور اللي عمل لي هذا الشغل عم بيقول لي انه انت الندبه تبعك منا يعني بتحتاج تقطيع. يعني منا انه من هديك الندبه. يعني انا فرجيته فيديو عم بيقول لي لا انت يعني شغلتك منا يعني شغلتك اخف من التقطيع. يعني ما بتحتاج تقطيع الندبات. يعني هي مستواها اقل، يعني بالليزر وما ليزر والفل وال شو كان اسمه؟ نسيت.
المهم الميكرو نيدلينج والحقن اللي عملوا لي يعني انه على جلسات متداولة ان شاء الله بيمشي الحال. وهذا الشيء اللي انا عندي بكره مدرسة. شو يعني شو عم بيقول لي لا تغسل وشك لبكره المساء. قلت له انا شو بعمل؟ والله انه هيك بروح بالمدرسة وشي احمر كأنه واحد ضاربني يعني. ما بعرف. المهم بحب انه خلص ترجع هذا ما بعرف شو بدي اعمل. يعني هل راح تروح؟ ما بعرف. انا عم بمشي بالعلاج. العلاج المتوفرة بأنا بالمدينة اللي انا عايش فيها عم بستخدمهم. هل راح تروح ما تروح؟ والله في صديق يعني شفته بالطريق قال لي والله ما فيك شيء يعني كله تمام وهيك. في ناس بتشوفني رأسا بتقول لك شو هذا شو هذا شو يعني. في ناس والله كتر يعني يوسف حبيبي اسمه الشاب رفيقي يوسف. فبقول لي لا والله ما فيك شيء يعني لا تطلع يعني. في ناس اول ما بلقاهم بالشارع بتقول شو هذا اللي هون عاجبينك شو هذا. فما بعرف يعني مثل انه بصير عقدة للانسان انه ما بعرف يعني. هي كانت عقدة اول شيء الاسنان. تعرفوا كان في كتير تنمر على الاسنان. فهلا راحت الاسنان طلعت هي. فالانسان ما بعرف الناس بتضلها بتعلق. بتروح شغلة بتجي شغلة. ما بعرف. بس رح تنجح ما رح تنجح انا ما بعرف يعني بصراحة انه. شكرا. طبعا هذا الفيديو برعاية اخي يوسف اخي الكبير يعني الله يجزيه خير. فعم بقول لي وين ما عم تطلع بقول له والله وشي وهيك. انا ما بخجل يعني انا ما عندي اي مشكلة يعني. شوفوا حرب الزلزال انا كنت اطلع مع انه وشي مضروب. وشي كله يعني مو مضروب بس عم بتعالج انا. يعني هذا علاج منه انه لانه انا عندي ضروب وشي فيه ضروب. مش قلت لكم مش شبابيك من هون. فانا عم بتعالج. بس وقت انه في شيء خطر في مثل زلزال لازم اطلع. انا ما بيهمني وشي ما بيهمني شو فيه. بيهمني انه عم بنقل الخبر. عم بس يعني الله يقدرني انه ساعد. فهي النقطة انه انا بقدر بساعد بقدر بعمل. وانتم مثلا انا عم بعمل فيديوهات على تقويم الاسنان في رابط في كود 300 يورو. لو جيتوا انتم عن طريقها حتستفيدوا. واذا ما جيتوا عن طريقي ما راح تستفيدوا. فيكم تلاقوا شركة ارخص. لانه الشركة اللي انا بعمل فيها معها يعني حرامية. يعني حرامية. انا شيء تاني. انا التقويم تبعي عمره سنتين وهذا تاني تقويم يعني اللي بتابعني. فانا دافع كتير مصاري. مو كتير يعني انا سعر قديم قبل سنتين كان. هلا حرامية كتير. اوكي ما رح نحكي بالموضوع اكثر من هيك. بتمنى منكم تتابعونا وتقترحوا لنا شغلات نقدر نقدمها خلال الايام القادمة. انا ما بيهمني وشي مضروب ما مضروب. خلص هاي الحياة. هذا انا يعني. بس هذا على خلف يحييكم. اشتركوا وفعلوا زر الجرس نوتيفيكيشن ليصلكم منا كل جديد. والى اللقاء في حلقة قادمة. طبعا انا على التيك توك موجود على الانستغرام اذا بتحبوا تواصلوا معي. وانا عم بدرس يا جماعة والله اقسم بالله عم بدرس.